حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. النهارده بامر الله هنعمل الكوارع بطريقه جديده وسهله وبسيطه وعسل. معايا كوره كده غسله طبعا كويس جدا، بملح وخل. وطبعا ايه تحت الميه الجاريه كده لوقت طويل. وطبعا لزيادة التاكيد كده قدامكم قلت ان انا احط ميه واعصر فيها ليمونه كامله، واحط قشر الليمون، وهضيف كده الكوارع فيها. هسيبها تاني لمده نص ساعه. وزي ما اتفقنا ان احلى حاجة احلى شوربة تاخديها لما بتغسلي حاجة كويس، سواء بقى فراخ، كوارع، حمام، ارانب، اي حاجة لازم تغسليها كويس. لحمة هتاخدي منها شوربة عسل. المهم معايا 3 طماطمات كده وسط، معايا بصلتين هبتدي ان انا ابشرهم. عندك كبة بشوريهم، افرميهم، بس المكان اللي كنت فيه ما كانش فيه كبة. بشرتهم بالمبشرة وضفت عليهم مستكة حبهان ورق لورا فلفل أسمر. وهخلي الملح في الآخر، لأن زي ما احنا عارفين إن الملح بيعطل عملية التسوية للحمة أو الكوارع. فزي ما اتعودنا كده مع بعض إن احنا بنضيف الملح في الآخر، أو إيه، أول ما اللحمة أو الكوارع تبتدي تدخل في السوا. جبت الحلة بقى اللي أنا هسوي فيها الكوارع، نزلت كده بالكوارع وهنزل بالبصل والبهار اللي انا بشرته دلوقتي. وهنزل كده فوق الكوارع بميه سخنه طبعا او ميه مغليه. حطيتها على البوتاجاز طبعا، غلت كده، وابتديت ان انا اضيفها بالشكل القمر ده. هاخد بقى الكوارع ارفعها على النار. اول ما تبتدي ان هي تغلي معايا هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها. وهنا قعدت معايا ساعتين على النار وبقت دايبه دوب، وبقت زبده بجد. طبعا احنا شايفين شكل الشوربه قمر ازاي. عندي برضو الرز، كوبايتين رز على كوبايتين ميه. و... وحطيت ملح، وحطيت معلقه كده ونص وشويه، معلقه كده من الزبده وشويه من زيت الذره. وطبعا الرز طبعا ايه، كلنا عارفين طريقته سهل جدا، بس انا قلت اوريكم كده الرز مفلفل كده وقمر معايا. هبتدي بقى ان انا اعمل احلى فته. عندي صينيه كده الومنيوم، وعايزه اقول لك ان مفيش احلى من نفس الالومنيوم في الفته او في فته الكوارع، هو والصواني الاستانلس بصراحه. وطبعا الدنيا بقى ساقعه، فالسمنه ايه، متجمدة زي ما احنا شايفين. كسرت كده العيش الكمية طبعا المناسبة ليكي. وبعد ما كسرت العيش ابتديت ان انا ايه، ادخله طبعا في صينية كده الفرن بنص معلقة سمنة تسيح كده، وبعد كده اقلبه. دلوقتي بقى العيش معايا في الفرن، والرز اتعمل، والكوارع استوت. هبتدي ان انا بقى دلوقتي قشرت كده ايه نص راس توم، ودقيتها بالهون زي ما شفنا، وكان العيش اتحمص. وبعد كده حطيت التوم على النار بحته سمنه، وقمت مقلباه. اول ما ياخد لون اصفر هقوم عامله ايه، ضايفه شويه خل عليه وطافيه العين. هبتدي بقى ان انا دلوقتي احط كده فتة الكوارع اللي ريحتها كانت يا سلام يا سلام، ويا سيدي يا سيدي، بجد كانت تحفة. طعمها خطير، اللي ما بيحبش الكوارع هياكلها بالطريقة دي. ببتدي بقى دلوقتي ان انا احط كبشتين شوربة على العيش، ومبلهوش جامد قوي عشان ما يعجنش مني. وبعد كده بنزل بالرز بتاعي، بوزع الرز، عايزة اقولك مش عارفة اصور من البخار. وبعد كده هنزل كده، خدت طبعا ايه نص معلقه من الخل والثوم، حطيته على شويه فته. وبعد كده باخد بقى على شويه شوربه. وبعد كده باخد من الفنج بقى ايه، حبهان كده شلتها. وبعد كده باخد بقى من الخل والثوم والشوربه، واوزع برضو على الرز، بحيث ان انا ايه، اطعم الرز بالخل والثوم، وتنزل برضو على العيش طعم الخل والثوم. تمام تمام. هبتدي بقى ان انا احط الثوم بالشكل القمر ده، وهبتدي ان انا اوزع الكوارع بتاعتي. اخدت مني ساعتين على النار، بس كانت زي العسل بجد، طعمها كان حلو قوي. جربي الطريقة دي سهلة وبسيطة، جميلة بجد. وطبعا بقى في ناس بتحبها تبقى ايه ناشفة عن كده، بتدخلها الفرن. الصينية بحالها بالفتة كده بتدخل الفرن، بس انا بحبها كده. لون الشوربة كان عسل، هنشوفوه كده في الصورة المصغرة. بقول لكم ما تنسوش اللايك. باي باي.